ادينا جينا يا ابني انت وهو. ادينا جينا يا ابني انت وهو. مواجهات قوية بين المصريين في أوروبا من مؤيد الجواسيس ما قدروش يجوا غير في حماية الشرطة ومعارض. البقري تعالى هاتنا تعالى ركز معانا ركز. فإيه الحكاية؟ لايك ومتابعة بقى وركز معايا. من ساعة ما ظهر أنس حبيب وهو بيقفل السفارة المصرية لفي هولندا وناس كتير طلعت تقلده وتعمل زيه، قبل ما اوريك بقية الأحداث عايز أعرفك إن الفكرة اللي هو عملها دي أكبر غلط، لأنك بالطريقة دي أنت كده بتوصل نفس الفكرة اللي الكيان المحتل عايز يوصلها للعالم كله، وهي إن مصر السبب في كل اللي بيحصل لإخواتنا، وطبعا ده مش حقيقي أصلا. ومصر فعلا لو ساعدت إخواتنا إنهم يخرجوا من أرضهم فإحنا كده هنقول للقضية بتاعتهم باي باي. نيجي بقى للجزء التاني من الفيديو وهو عن المؤيدين. الطرفين بالنسبة لي غلط، لأن الطرفين مش طالعين بس إنهم يتكلموا أو يتظاهروا، ده في سب وإيحاءات وكلام كتير فعلا يسوء سمعتنا كمصريين قدام العالم كله. المعتصم قالوا 7 الصبح و7 بالليل وهنعمل اعتصام قدام السفارة. ادينا جينا يا ابني انت وهو. هاتوا انت بقى صديقي مع ولا ضد اللي بيحصل ده؟ عرفني رأيك في الكومنتات.